اهلا بيكم. النهارده يوم مختلف، مطروح مش بس بحر. احنا النهارده واخدينكم معانا في مكان بيعكس تراث مطروح البداوي، واسم المكان هو القرية البدوية. يلا بينا. ودي اول حاجه جت رحبت بينا في القريه، جت على شنطتي انا من يعني. متابعين قناتنا. اكيد. مش عارفه انا مالها ومالي، جت على شنطتي انا ليه؟ ماما حاسه شايفين شكلها جميل ازاي، ما شاء الله. المفروض لما تكبر بتبقى سودا. على فكره دي بتطير. ايوه، جت ازاي يعني؟ ما شاء الله شكلها حلو. ماما حاسه كده احنا داخلين مع بعض اهو، هنتفرج مع بعض ونشوف في ايه جوه. ده ايه يا شباب؟ مش لازم تدخل يعني، ده زي عاملينه زي كهف كده. اصلا الدخله نفسها مريحه جدا بصراحه. الشباب كالعاده منطلقين وسايبيني. ان شاء الله نصور معاكم كل حاجه ونعرفكم في اخر الفيديو المكان بالظبط فين بتاع القريه واسعار الدخول كمان. متحف الحيوانات المحنطه اهي باينه من هنا. طيب تمام. احنا هنخش جوه، يا ريت نعدينا من الناحيه الثانيه. اوكي هنلف من هنا. احنا واخدينكم معانا اهو لحظه بلحظه نشوفوا الجمال اللي احنا فيه. شايفين الجمال، شايفين الصوره والمعنى اللي في الصوره. دلوقتي احنا هندخل متحف الحيوانات المحنطه. معلش خليكم معانا كده اهو، ده متحف الحيوانات المحنطه. يلا بينا، بسم الله. بسم الله. تعال عليك. النعامة دي حجمها الطبيعي. مش حاجة بس حاجة بس يا علي. وده ايه يا ولاد؟ ده ايه؟ ده الخلد. اسمه الخلد. اسمه الخلد. ده مش ودي غزالة طبعا صح؟ هما دول حقيقيين. الغزالة الرايقة. ايوه حيوانات حقيقية محنطة. الغزالة رايقة هي دي. دي ايه؟ بطة؟ دي وزة. بطة وزة. شكلنا وحش قوي، احنا مش عارفين اسامي الحيوانات. فعلا. دول حقيقيين. ايوه محنطين. بصوا بقى الجمال جاي اهو. بيكوك طاووس. يعني ده حقيقي؟ ايوه السنيك تعبان اهو. ده طاووس تاني برضه صح؟ بس مختلف شكله اصلا. ده اسد. يعني ده المفروض اسد حقيقي. بصوا اسد 3 اسود. ايوه ماما ده المفروض حقيقي. ايوه. يلا. سلمى انا خايفه، انا حاسه ان هم هيطلعوا يهجموا عليا. كويس. شجعة الجمهور. بصوا عاملين ماكيت صغير كده. هنا راس غزالة وماكيت صغير للخيمة البدوي. راس غزاله. ايوه شفتها. وده مش فاكره اسمه بصراحه. ده انا مش عارفة بقى، ده نوع من انواع الغزلان ولا ده ايه؟ مش عارفة. ده معمول. لا ده معمول، ده مش محنط. دي المحنطين اهو.
ده ايه؟ دب ولا اسد؟ لا لا، هم عاملينه من جوه حقيقي يعني. هم عاملينه خياطين عشان خاطر يفضل عشان ما يرجعش للحياة. يعني ايه ما يرجعش؟ وده ثعلب تاني، ولا ده ايه، نمس ولا ثعلب ولا ايه مش عارفه. تعبان تاني اهو. بطة. ودي ايه دي؟ ده انا مش فاكره اسمه ايه، بس طائر ما بحبوش. ماما ده والطاووس احلى حاجتين، شكلهم حلو قوي. ده ايه؟ ده ايه؟ صقر. شكله حلو قوي، شكله جامد صح. تعمل صعب بصراحة. ما تعضنيش. ايه؟ بقول له ما تعضنيش. متعدد اهو، كاتبين اهو ممنوع لمس الحيوانات. السن حقيقي الحاجات دي. شايفين الاسنان نفسها والحاجات. في دم على السنان. ايه؟ في دم على السنان. كان واكل واحد من شويه. من سنين قصدي. خفسي من ايه؟ انا هكتب كده. وطبعا كله بالمنظر البدوي من فوق، الاطار البدوي من فوق، الاشكال البدويه. ناخدكم معانا، خليكم معانا جوله طويله نشوف المكان. احنا لسه في الجمال والروعه اللي موجوده في القريه البدويه. هنا مكان اخضر جميل كده، معمول بشكل لطيف جدا بصراحه. شايفين الساعه معموله ازاي؟ خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم يا فندم، شرفتونا. مبلوله عشان ما تقعدوش احسن. لا وسع كده يا ادهم. شايفين شكل الكرسي معمول ازاي، والترابيزه بصراحه روعه. في كرسي تاني اهو. هما 3 كراسي على قدكم. ده مع الترابيزه معانا. هنكمل برضو وهنشوف بقيه الجمال ده. خليكم معانا واحده واحده. دلوقتي جينا بقى للاماكن اللي فيها الحيوانات الحقيقيه مش المحنطه. يعني حتى البيوت اللي عاملينها لهم جميله بصراحه. ايه؟ احنا عندنا قطه. هاي. ده في 3. ايه؟ صغيرين. نعامه. ازاي؟ بحبها. في 3 برضو قدكم. هو ايه البتاع طفى ولا ايه؟ 3 نعامات. لا ما طفاش. وسع يا ادم كده. ما تقربش قوي من البيت عشان هي بتشرف. هاي. من النعامات اهي. هاي. قولي هاي للكاميرا. هاي. ماشي. هنا بقى الطاووس. في واحد ولد. اهو. شايفين الجمال، شايفين الجمال فوق. ايوه. يلا انزل تحت. في ولد صغير. في طاووس. فينه؟ ده ولد. فينه؟ وسع. صغير قاعد بينضف نفسه. ده طاووس فعلا؟ ايوه ولا حمامه ولا ايه؟ لا طاووس. بيتهيألي طاووس. وفي الاب بيتهيألي فوق، لان طبعا احنا عارفين ان الطاووس للاسف الذكر اجمل من الانثى. نشوفوا هنا كمان ايه؟ الدير غزلان جميله ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله. ماما في واحدة صغيرة هناك. ايوه شايفينها. ايه صوتها غريب. صوتها بس كيوت. ده صوت البيبي؟ لا صوت دي. الصغير هيبقى اسمه ايه؟ ماما بس الصغنطوطة هناك اهي. تعالوا نشوف. بص الصغيرة، بص شايفين الصغيرة. هنشوف في ايه تاني. يلا يا شباب. في البيت في كتير قوي في البيت. جوه البيت بتاعهم. في البيت. اوه في واحد كبير قوي، في 2 كبار جوه البيت. يعني دول صغيرين. ايوه نكمل. تعالوا خليكم معانا، اكتر حاجه بحبها انك خليكم معانا. ممنوع الاقتراب، لازم كله يلتزم بالتعليمات. الله يسلمك. عندكم هنا نسانيس وعقار فلامينجو وحديقة الحيوان. بعد ما تخلصوا هنا هتدخلوا تكملوا باقي الجولة جوه في النجع البدوي. كل تمام حاجة موجودة في النجع البدوي. تمام تسلم. الوقت كان العقار. او لا ما تخافش، مش هنقرب. هو ماسك ايه؟ ايه هو ماسك بيشم في ايه؟ بياكل وردة. لا بيشم فيها. يا روعة. بص اللي فوق، بص الشقي اللي فوق. لو سكر كان شاف دول كان هيتجنن. سكر قرد زيه. شايفين البيت بتاعهم صغير ازاي؟ صغنون. دي اكتر حاجه بس ما تقربش قوي. هاي. ايه ده؟ يا كيوت. كيوت قوي. 4 قاعد بيصير. شقاوة الشقاوة. بس ده حاسة ان انت عايز تيجي تاخد حاجة من الشنطة او حاجة من اللي انا لابساها، صح؟ يا هلا. اسمك ايه؟ هاي. هاي يا قلبي. لا يا مفتري يا مفتريين. ها؟ حرام عليك. ها؟ عايز يجيلك يا ماما. هو عايز يطلع. وشهم كيوت خالص، صح؟ احنا بس بيعملك ازاي ده؟ عايز يتصور. عايز يشقى. ايوه إيه؟ ايوه يا باشا. ايه يا باشا. ايه 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 ايه. ده كيوت. تعالي. ماما اهو الكبير اهو. اهو بصي اهو ده الكبير ده. الكبير بتاعهم اهو. شربوا ميه ازاي؟ اشقى واحد ده، اشقى واحد الصغنن ده. صغير؟ شقي قوي. يعني ده مش شقي؟ كلهم كده. بيلعب انما ده شقي قوي، بيطلع فوق دماغه. بصي بيطلع فوق دماغه ازاي. رخم. بس ما تتخانقوش بس. بس ما تتخانقوش، هيسمعوا كلامك ايه. ها؟ ايه ده ده هنا بقى الفلامينجو. هو تعالى عليه يلا. خلاص يلا بس خلاص. كله يلا يلا يا دوبي يلا. لا خلاص. فلامينجو شكله جامد. هو لسه واحد بس. عشان رجليها بينك ازاي. ده نادي. والدير برضو هناك اهو جوه. اللي الغزالة عايز جوه. يمسك الديب. ايوه مثلك تفتح كل الباب ده. شايفين ابراج الحمام الجميله. بصراحه مكان يستحق انه يتزار. الجمال والبساطه كلها موجوده هنا. نكمل ونشوف ايه تاني. وصلنا للمكان مسمينه النجع البداوي. هنا في شويه حصنه وجمال. شوية ألعاب للأطفال. هني بدري ما تكتب صح قدام البابا. وريد وكم قاعدة بداوي كده. متحف التراث البداوي. هنا جينا عند المتحف التراث البداوي. متحف التراث البداوي. ندخل ونشوف فيه ايه جوه. جينا هنا متحف التراث البدوي. شايفين معمول مجسمات لأشكال الخيم. في نخل وصحراء ورمل.
ما هو مجسمات للخيم. هنلف ونشوف حاجة سنة. هنا الحاجات اللي بيستخدموها. لا ما تسألنيش انا مش عارفة. ويت يا اتم، هندخل هنلف ونرجع تاني من الناحية التانية. هلف وارجع تاني عشان ما نلخبطش ونبقى صورنا كل حاجة وورينا الناس كل حاجة. وايه ده ايه بقى؟ يعني القعدات البداوي دي بتهيألي مطحنة كانوا بيطحنوا بيها. القعدة البداوي والخيم وشكل الخيم وجمالها. ستات يعني قاعدين مع بعض وبيطحنوا كده. دي بعض المنسوجات تقريبا بتاعتهم. الحاجات دي كلها بتهيألي بتبقى هاند ميد على فكرة، شغل يدوي. ده تقريبا المتحف ده بيتكلم عن دي حاجات تقريبا المعالق المتعلقة. تقريبا حاجات الأواني بتاعتهم والحاجات، حاجات قديمة طبعا. هنلف وانا راجعة نشوف عشان نصور كله. مجسم خيمة تانية. مفيش زومبي ولا حاجه يعني. هنا تقريبا دي قعدات. السجاد بتاعهم او القماشات بتاعتهم. في اوضه كده معموله، شايفين الجمال. قاعده بداوي والصحراء وراهم، وعاملين كده زي المصاطب. شكلهم ميتين بس مش مشكله، هم بس عايز يصور لك الحياه كانت ازاي. اكيد مش هيجيبوا الناس يحنطوهم يعني زي ما هي ايه طيب؟ ناس ميتين برضه. بصوا الجمال، بصوا الجمال اللي عاملينه فوق. مخدتش بالي منه، شكله حلو قوي. بصوا كل دي قماشات معمولة بصراحة. الحاجات دي روعة. مكان هادي وجميل طبعا. بتاع الخرفان. ما هي عايز يورونا اللبس بتاعهم ازاي. دي الحاجة سعد. الحاجة مين؟ سعد. سعد ده اسمه ولد. وبنت. لا التانية اسمها سعدية او سعاد. وسلمى راحت الصحراء. يا سلام يا سلمى. الجو حر قوي. انا بعرق. انت بتعرق. ايوه دي كلها حاجات بتاعني حاجة عندهم. يلا نكمل نشوف. احنا لسه بدري على فكرة. حاجات معمولة بالإزاز. هنا شمس والغزال. الغزالة ده شعار مطروح. البحر والغزالة والنخل. طب ثانية، اشمعنى الغزال؟ شمس. ايه؟ مش عارفة بقى. لسه حاجه. هنا هم بيطبخوا. لكن الفرن شغال. منظر البيوت من جوه. وده تقريبا ده بتاع اللبن، بيخضوا بيه اللبن حاجه كده. منظر البيوت. حاضر. منظر البيوت والسلالم. وكن شجر. ايه هذا؟ هنطلع السلم. لا في فوق. مين اللي ايه؟ لا اهو فوق. ويتي اتهم ثواني. ده بيفكرني بعنترة وعبد. ما هو اللي بيبقى اسمه ايه، مخدع او مخدع مش عارفه. مش عارفة اسمه بس. هودع حاجه كده يعني. اللي كان بتبقى فيها العروسه تقريبا بتتزف. وده تقريبا البوكس اللي بيبقى بيتحط فيه حاجه العروسه تقريبا يعني زي ما بشوف في الافلام. دي شويه حاجات من الكريم بتاعهم او زي السجاد كده. ده كله شغل يدوي. هي دي طنط اللي قاعده دي، هي اللي اشتغلت الحاجات دي تقريبا. هي طنط دي. شايفين الشغل يدوي كله. شغل يدوي كله. طنط قاعده جوه برضو.
طبعا الاروع الشغل اللي معمول في السقف بصراحه، قطعه قطعه، يعني بصراحه معمول قطعه قطعه. احنا دلوقتي طالعين كده بقى ايه، ما احنا هنكمل بقى واحنا راجعين. احنا كده ايه ماشي هندخل. كل دي شكل اسمه الكليم بتاعهم او السجاد. كل ده بيبقى معمول يدوي على فكرة، كل ده يدوي. دي اشكال الحاجات بتاعتهم معمولة كلها يدوي. حاجات بتدفي قوي في الشتاء. انا عاجبني قوي برضو الشغل اللي معمول بالازاز في كل حتة، ده تكاري اهي. دي ايه؟ الحمار بتاعهم الحمار بتاع الولية مش عارف ايه. استنى، ده بصي عاملين اكن البير، شايفين مش اهو عارف الحمار بيتلف بتاعها من جوه فوق البيت. كده. ايه؟ الحمار بتاعها جوه البيت ليه؟ لا مش جوه البيت، هو كده ده بره. عشان الصحراء. بصوا البير بيتلف ده كده. بصوا الحاجات اللي بتتعمل اللي وفي بيعملوها راجل ديكورات مستخبي. هو ده المفروض يعني ان هو هيقتل الثلاثة اللي قاعدين او حاجة. لا مستخبي. ده بيعمل الشاي ده، هو في كنكة صغيرة. الشاي اللي بيتعمل على الفحم اسمه الشاي الزردة. وفي أرض. والقعدة عندهم دايما تبقى القعدة في الأرض. والست دي دي حاجة من الأواني بتاعتهم تقريبا أو لا ولا ده درع عشان في حديد يعني. هنا في حاجة تاني هنا ده تقريبا لبس من الملابس بتاعت العساكر الجنود. بصي الرسمة دي. ده بالدم اللي عليها يا جماعة. ايه ده؟ هو دي بلة حقيقية؟ وده العسكري وايه بلة شريد او حاجة صح؟ لا دي العساكر متهيألي دي بتوع الأجانب اللي كانوا محتليننا. وده الاحتلال واهو بيطلعوا له. شوف عاملين ازاي خندق عشان يطلعوا منه ويحاربوهم، وهم انتصروا عليهم وكأنهم ايه بيموتوا. هو عايز يديك الفكرة، هنا ايه؟ طب خدوا بالكم بس عشان السلم. بصوا هي بتطحن، هي دي المطحنة بقول لكم عليها. المفروض بيحطوا الحبوب او الحاجه كده بين الحجرتين دول ودول حجرتين وبيطحنوا بيهم. بتعمل احتكاك عشان تطلع نار. مش تطلع نار، تطحن الحبوب. دي كلها شغل يدوي. اختيارهم لتناسق الالوان شغل يدوي. ايوه حاضر. المرأة البدوية تطحن الطحين الشهير تطحن لنا شغل يدوي. شكل الحيط من فوق خالص. صراحة انا عاجبني جدا الشغل اللي معمول هنا. انتوا عارفين عندهم حاجة مهمة. حاضر. عاملين ماكيت للخروف كده، المفروض النار تحتيه وبيلف كده عشان يتشوي. ايه الخروج دي بقى لكم سنة. لسه ما استواش يعني. وهنا الشنط. كل ده يا ولاد شغل يدوي، كله شغل يدوي. انا عاجبني جدا اللي معمول ببساطة في الحيطان والتفاصيل الصغيرة اللي معمولة. الله سبحان الله، مكتوب الله. شايفينها؟ لا اهي تعالى هنا. الله الله هنا مكتوب بالالوان. ده كده الايه المخرج تاني بتاع المتحف. حتى الباب اللي شايفين الشغل والجمال اللي معمول من الطبيعة بالشجر. شايفين الشغل اللي معمول بالشجر. كل ده معمول بالشجر. رائع رائع رائع. والحجارة وكل حاجة في الطبيعة معمولة بشكل طبيعي. بصراحة روعة. هنا حصن صين للتراث. حصن ايه؟ مش عارفة. حصن حسين للتراث البدوي. حصن حسين. لا حسن حسين للتراث البدوي. حسن حسين للتراث. حصن حسين صح؟ لا حسن.
انا عاجبني الجمال اللي معمول، التفاصيل اللي معمولة بالشغل الطبيعي. طبعا الحصانة روعة، شكل الحصانة رائع. شايفين المنظر، شايفين الراحة. طبعا الاغاني البدوية شغالة، بصراحة روعة، كله روعة. انا عارفة ان الفيديو ممكن يبقى طويل شوية، بس انا حابة اصور لكم كل حاجة جميلة شايفاها. بصراحة كل حاجة معمولة بشكل رائع، البساطة اللي فيها مريحة جدا للاعصاب. انا معمول بشكل رائع يا ماما. بنت بالظبط. شايفين البير، القرية البدوية، محافظة مطروح. عاملين ده عالم مطروح. ده الشعار بتاع مطروح يا جماعة، اللي ما يعرفش. عاملين ان ده بجد. ودول ايوه سلمى وادهم، مش مهم دلوقتي، مطروح. المهم الجمال اللي هنا. هنا عاملين هنا في ميه بجد. شكل سخنه قوي. شايفين عاملين الماكيت للجمل وهو بياكل من امه، بيرضع من امه ازاي. ما شاء الله، شكل الاشجار وشكل الطبيعة وابراج الحمام وشكل القعدات نفسها. يعني ده المطعم معمول بشكل مريح، بشكل مريح جدا صراحة. شايفين النافورة دي معمولة ازاي؟ هما موقفينها بس شكلها هي مش نافوره قوي يعني، بس هي نافورة بس هي مش شغالة. الحاجات اللي معمولة، الخيام والجمال والنخل والصحراء. لا بصراحه راحه للاعصاب. مكان مريح والله اللي جدا عامل جدا المكان للأعصاب بجد. جود جوب بجد. وطبعا ناهيكوا عن حاجة مش ظاهرة في الفيديو بس رائعة جدا، ريحة الأكل. ريحه الاكل بصراحة ريحة الأكل جامدة. وهنا معمول برضو نموذج لبير تاني. هنا في مكان. انتوا عارفين ان هنا مطروح المشكلة عندها في المية، ففي على فكره لسه في حاجات ما بيت خلصتش تاني. هنا، زي هنا مثلا المكان ده لسه ما خلص بس جديد. لسه بيجهزوا فيه. ولسه أكيد في حد أكيد نشر هو. هدوم فيه بس ما علينا. ولسه لسه بيجهزوا حاجات هنا. وده شكل المطعم، ده المنظر كده العموم. وهنا آية وسلمى وأدهم وهم قاعدين في القعدة البدوي. انت صوتك مش واصل اصلا يا أدهم. قاعدة بجد مريحة جدا والمكان روعة. شايفين اهو. هنا بقى في بعض الازياء البدويه سواء للرجاله او للستات للاطفال، كل الاعمار، بايجار باسعار تعتبر اسعار رمزيه. حاجات بصراحه ما شاء الله تحفه، والناس ناس محترمه جدا وذوق في التعامل. لا وعاملين لكم مكان كمان علشان خاطر تتصوروا فيه. هنا الحاجات الرجالي اهو زي ما انتم شايفين كده، ومعمول مكان كمان عشان تتصوروا فيه، وبيحطوا لكم الاجواء بتاعتكم كمان، المزيكا والاغاني هنا عشان تتصوروا فيه بعد ما بتلبسوا الازياء بتاعتكم. بصراحة كل شيء هنا رائع.
بجد كانت تجربة ممتعة، وننصح اي حد جاي مطروح لازم يجي القرية البدوية. نشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.